سادتي سيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إريتريا تشارك في المنتدى الدولي لإحياء الذكرى ال75 لإعلان العالمي حول حقوق الإنسان. دعوة لتضافر الجهود بهدف تطور التعليم في مديرية أفعبت. دورة تدريبية حول المحاسبة والتوثيق في شامبيكو. الجيش النيجيري يعتذر عن قصف خاطئ تسبب بمقتل 85 مدنيا. روسيا وإيران توقعان اتفاقا حول مواجهة العقوبات أحادية الجانب. والسويد توقع اتفاقية تمنح أمريكا حق استخدام 17 قاعدة عسكرية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شارك وفد إريتريا في المنتدى الدولي الذي عقد يوم 5 ديسمبر في بيجين الصينية لإحياء الذكرى ال75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأوضح السيد نتنائيل يعبيو من قسم حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية في وزارة الشؤون الخارجية في الورقة التي قدمها بعنوان إدارة حقوق الإنسان العالمية قطاع لأجندة أيديولوجية. أوضح بأن أهمية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان كبيرة، لأنه لم يكن التزاما كبيرا بالحقوق الإنسانية فحسب، بل كان أيضا وثيقة أرست الأساس للتطور التدريجي للقانون الدولي بشكل عام وقانون حقوق الإنسان على وجه التحديد. ورغم ذلك يواجه التحديات القوية في تنفيذ الوعد بتحقيق بناء السلام المستدام والتنمية. وذكر بأن حقوق الإنسان في إريتريا من الأعمدة الرئيسية في بناء الدولة وتعزيز المساواة في الحقوق والفرص التي يقرها القانون الوطني، مؤكدا بأن الحكومة الإريترية تبذل الجهود الكبيرة في تعزيز التقدم والإنجازات الكبيرة في مجال المساواة بين الجنسين والمشاركة. وقال السيد نتنائيل إن الاتهامات الباطلة ضد إريتريا طوال العقد الماضي بدعوى حقوق الإنسان هي مواصلة للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عامي 2009 و2011 بناء على طلب من بعض القوى الغربية وبعض عملائها، إلى جانب حملة التضليل المتواصلة التي شنتها وسائل الإعلام ضد البلاد. وشرح بالأمثلة التقدم الجاد والإنجازات التي حققتها إريتريا في العديد من المجالات بالاعتماد على الذات ومشاركة شعبية واسعة لإحلال العدالة الاجتماعية. سيبلغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عامه 75 يوم الأحد المقبل 10 ديسمبر. دعا الاجتماع الذي عقد في مديرية أفعبت في 2 ديسمبر إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز العملية التعليمية في المديرية. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ محمد علي إدريس أن مشاركة الطلاب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة مشجعة، لكنها لا تتقدم بالمستوى المأمول في المرحلة الثانوية، ويتطلب تضافر الجهود لإصلاح المشكلة التي سببها تدني اهتمام أولياء الأمور والطلاب. وبعد مناقشة خطة العمل الخمسية للمدارس، وضع المشاركون برنامج عمل لإحداث تغييرات كبيرة في أساليب التدريس وتنظيم دورات تدريبية للمعلمين والإداريين والمشرفين حسب مستوياتهم، وتعزيز دور الشركاء لضمان مشاركة الطلاب كما ونوعا. وأوضح مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب إن التقدم في التعليم مشجع، ولكن هناك حاجة إلى الكثير من العمل لتحقيق الهدف المنشود، وحث على توظيف كافة القدرات. نظم مكتب التعليم في إقليم القاشبركة دورة تدريبية لمدراء المدارس والمحاسبين في المحاسبة والتوثيق في مديرية شامبيكو. ويهدف التدريب الذي أشرف عليه خبراء من هذا المجال إلى التعريف بأساليب فعالة في المحاسبة والتوثيق، بالإضافة إلى حفظ الممتلكات في المدارس.
وقال مسؤول الإدارة والمالية في مكتب وزارة التعليم الأستاذ ستيفانوس هابتسين إن التدريب هام لمعالجة المشاكل العرضية الناجمة عن نقص المعرفة والإهمال. وذكر عضو المراجعة الداخلية الأستاذ حبن تخلزقي باتباع القوانين الصادرة على الوطنية والتعليمات التدريجية الداخلة الصادرة على المستوى الوطني للحفاظ على الحسابات والوثائق والممتلكات، داعيا مدراء المدارس ولجان أولياء الأمور لاتخاذ إجراءات تصحيحية لتصحيح المشاكل الناتجة بسبب نقص المعرفة قبل استفحالها. وأوضح مسؤول مكتب التعليم في مديرية شامبيقو الأستاذ محاري تشميم أن التدريب سيعزز معرفتهم في إدارة الممتلكات والتعامل مع الحسابات والوثائق. عقدت لجنة الصحة في مديرية فروع اجتماعا يوم 3 ديسمبر ناقشت تنفيذ برامج 2023 والتحديات التي واجهتها. وأبرز التقرير المقدم في الاجتماع بذل جهود قوية لضمان صحة الأم والطفل وبرامج إصحاح البيئة ومكافحة الملاريا والسل، والقيام بعمل فعال في بناء غرف انتظار الحوامل وغيرها من البنية التحتية بمشاركة فعالة من الشعب. وأكد المشاركون على أن إنشاء اللجنة الصحية يشكل مساهمة مهمة في مراقبة الأنشطة الصحية الشاملة، منادين على الدفع بأعمال بناء غرف انتظار الحوامل والقيام بالمتابعة لعدم الولادة في المنزل والاستمرار في أنشطة التوعية الصحية. وأوضح مدير مديرية فروع السيد عثمان عرفة تنفيذ أنشطة مرضية في المجال الصحي عامة ورعاية الأمومة والطفولة، داعيا إلى تعزيز المشاركة الشعبية في البرامج الموضوعة لرعاية الأمومة والطفولة. تأسست اللجنة الصحية في مديرية فروع عام 2022 ويرأسها مدير المديرية ومسؤول المؤسسات الصحية وتضم 14 عضوا. قال طلاب مدارس أسماط المتوسطة والثانوية والداخلية إن الدعم والرعاية الإضافية من معلميهم تساهم بشكل كبير في جعلهم مهتمين بدراستهم والعمل على تحقيق نتائج أفضل. وأوضحوا بأن نتائجهم تتحسن نتيجة في المدرسة التي تقدم الخدمات التعليمية بتغطية الحكومة لجميع التكاليف والنفقات، وذلك بفضل معاملة ودعم معلميهم. من جانبهم أوضح المعلمون أن قدرات وفهم الطلاب تختلف لقدومهم من مناطق مختلفة من مديرية أسماط ومديريات أخرى، وسيتخذون مبادرات تطوعية لإيصالهم إلى مستوى موحد وتحقيق الكفاءة المطلوبة. وقال مدير مدرسة أسماط الداخلية الأستاذ محمد عثمان إنه يتم العمل لتحقيق نتائج أفضل وخاصة لطلاب الصفين 8 و11 في جميع المواد ولطلاب الصف 7 في اللغة الإنجليزية والرياضيات. وتستقبل مدرسة أسماط الداخلية 1174 طالبا في العام الدراسي 2023-2024، منهم أكثر من 27% طالبات من مديريتي أسماط وحلحل ومناطق أخرى. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد الدولي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قدم قائد القوات البرية في نيجيريا تاريد لاكباغا اعتذاره عن غصب خاطئ بطائرة مسيرة قبل أيام أدى إلى مقتل 85 مدنيا في قرية تابعة لولاية كادونا. وخلال زيارته إلى القرية التي تعرضت للقصف، وصف لاكباغا هجوم الطائرة المسيرة التابعة للقوات الجوية النيجيرية بأنه حادث مؤسف. واعتذر لاكباغا لسكان القرية ووعدهم باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث أثناء تنفيذ العمليات العسكرية في البلاد. وسابقا أعلنت نيجيريا أن الطائرة قصفت قرية تودون بيري في ولاية كادونا بينما كان سكانها مجتمعين للاحتفال بمناسبة دينية.
وذكرت الوكالة الوطنية النيجيرية لإدارة الطوارئ في بيانه أن 85 جثمانا تم دفنهم حتى الآن، وما زالت أعمال البحث جارية في الموقع. بدوره قال حاكم كادونا أوبا سانيم إن قصف القرية كان صادما، وطالب بإجراء تحقيق فوري في الحادث. وقع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال المحادثات الثنائية التي جرت في موسكو، وقعا على اتفاقية حول مواجهة العقوبات أحادية الجانب. والاسم الرسمي للوثيقة هو إعلان روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية بشأن سبل ووسائل مواجهة وتخفيف والتعويض عن العواقب السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب. وجرت المحادثات بين لافروف وعبد اللهيان على هامش لقاء وزراء خارجية دول بحر قزوين، وهي روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان. وقعت السويد والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين بعد مفاوضات استمرت أشهرا بالتوازي مع طلب انضمامها إلى حلف الشمال الأطلسي ناتو، وفي إطار سعي السويد لتمتين حلفها مع الدول الغربية. وتمنح الاتفاقية الجيش الأمريكي حق استخدام 17 قاعدة أو منشأة أو منطقة تدريب عسكرية سويدية تنتشر في جميع أنحاء البلاد، وتعطي الولايات المتحدة فرصة للتحرك بشكل أسرع عسكريا من دون الإضرار إلى انتظار قرار مشترك من حلف شمال الأطلسي. ووقع وزير الدفاع السويدي بول بونسون ونظيره الأمريكي لويد أوستن الاتفاقية في حفل نقيم في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. ولكي تكون الاتفاقية سارية يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل البرلمان السويدي. انخفضت إيرادات موردي الأسلحة الرئيسيين في العالم عام 2022 بسبب مشاكل في الإنتاج منعت الشركات من تلبية الزيادة في الطلب التي تضخمت خصوصا بسبب الحرب في أوكرانيا، حسب ما قال باحثون من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. ووفقا لتقرير جديد صادر عن المعهد، بلغت مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 597 مليار دولار عام 2022 بانخفاض 3.5% مقارنة بعام 2021. توازيا أدت التوترات الجيوسياسية فضلا عن الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الطلب العالمي على الأسلحة والمعدات العسكرية. وفي هذا السياق فإن الانخفاض في الإيرادات كان غير متوقع، وسجلت الولايات المتحدة وحدها انخفاضا بنسبة 7.9% بمبيعات الأسلحة عام 2022، لكنها رغم ذلك تمثل 51% من عائدات الأسلحة العالمية خلال العام نفسه، مع وجود 42 شركة أمريكية من بين لائحة أكبر 100 شركة في العالم. نختم هذه النشرة مشاهدينا في كل مكان بتذكير أهم وأبرز العناوين. إريتريا تشارك في المنتدى الدولي لإحياء الذكرى 75 للإعلان العالمي حول حقوق الإنسان. دعوة لتضافر الجهود بهدف تطور التعليم في مديرية أفعبت. دورة تدريبية حول المحاسبة والتوثيق في شنبيقو. الجيش النيجيري يعتذر عن قصف خاطئ تسبب بمقتل 85 مدنيا. روسيا وإيران توقعان اتفاقا حول مواجهة العقوبات أحادية الجانب. السويد توقع اتفاقية تمنح أمريكا حق استخدام 17 قاعدة عسكرية. هكذا مشاهدينا في كل مكان نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء.
هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، وشكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.